اهلا بيكم. لو انت زملكاوي اطلع من الفيديو ده لاني هصدمك بخبر نجم الفريق اللي قرر ان يشكي الزمالك للاتحاد الدولي لكرة القدم. اول خبر معانا هنروح للاهلي الاول وبعد كده نبدا بخبر نجم الزمالك اللي قلب الدنيا. اول خبر معانا النهارده بصراحه واكتر خبر شد انتباهي. كذبه بتقول ان الاهلي استبعد 4 من نجومه من معسكر اسبانيا، ودي مش طريقه الاهلي. تخيلوا النجوم اللي الاهلي يعني يستبعدهم: امام عاشور ومحمد هاني ومصطفى شوبير ومروان عطيه. بصوا يا جماعه، اول ما سمعت الخبر قلت استنى شويه، هو احنا بنتكلم عن الاهلي؟ هو الاهلي طول عمره بيتعامل بالطريقه دي؟ انا عن نفسي مش فاكر موقف واحد بس اللي الاهلي عمل فيه كده. ممكن يحصل تفاوض بين الاهلي واللاعب، وممكن لاعب يختلف مع الاداره على المقابل المادي، وممكن التفاوض يعني يتطور شويه شهر واتنين. لكن فكره ان النادي يستبعد اهم نجومه من المعسكر اعداد لمجرد انه ما جددش، دي بصراحه محتاجه دليل قوي عشان اصدق يعني. في النهايه مصلحه الفريق اهم من اي حاجه، والمدرب عايز كل عناصر تكون معاه، خصوصا ان المعسكر هو اللي بيتبني عليه الموسم كله. تخيل كده انك تبدا موسم من غير امام عاشور ومحمد هاني ومروان عطيه ومصطفى شوبير. واو، بص الخبر ما يتصدقش. ملف لو اتناقش يعني هنطول فيه. انا شايف ان الاهلي عمره ما يعمل كده، ومش دي طريقه الاهلي اللي بيفكر فيها. عشان كده لازم اي خبر نسمعه نتعامل معاه بهدوء وما نجريش ورا الاخبار المنشوره على السوشيال ميديا. خليني اقول لك حاجه مهمه جدا: الاهلي لو حب ياخد قرار كبير زي ده غالبا هيكون في اعلان واضح او تسريبات قويه من مصدر موثوق منه. لكن مجرد كلام بيتقال من اعلامي لاعلامي او من صفحه لصفحه ده مش كفايه اننا نبني عليه اي حكم. وفي نفس الوقت انا متاكد ان ملف التجديد مهم جدا والاداره اكيد شغاله عليه، لان اللعيبه دي هي القوام الاساسي للفريق والحفاظ عليهم مهم في الموسم الجديد. وبالمناسبه واحنا بنتكلم عن علاقه الاهلي بلعيبته، تعال نروح لخبر محمد شريف. يعني محمد شريف برضه كله قال ان محمد شريف قلب الدنيا في الاهلي. محمد شريف خرج بتصريح انا شايف انه يحترم. الراجل بكل وضوح: انا مش هشكي الاهلي، وانا مش طالع من الاهلي بمشاكل، وما طلبتش اخد مستحقاتي كلها. كل اللي بطلبه من النادي انه يديني فرصه اختار العرض المناسب ليا. وده يخليني اقول فيه فرق كبير جدا بين لاعب اول ما يمشي من ناديه يبدا يطلع كلام ويتكلم ويهاجم ويهدد، وبين لاعب يقول انا ليا حق وهطالب بيه باحترام ومن غير ما اكسر العلاقات مع النادي. محمد شريف عارف قيمه النادي الاهلي كويس، وعارف ان جمهور الاهلي هو اللي صنع اسمه، وهقلب لكم الدنيا على نجم الزمالك اللي قلب الدنيا دلوقتي. طيب عشان كده اختار ان الامور تمشي بهدوء محمد شريف. وطبعا في النهايه دي المفاوضات يعني خلال ساعات بتبقى فيها شد وجذب، لكن المهم انها تخلص بشكل يرضي كل الاطراف. وانا شخصيا اتمنى الملف ده يتقفل على خير، لان محمد شريف يعني قدم كتير بقميص النادي الاهلي، سواء اختلفنا او اتفقنا على مستواه. يعني شفنا اخر كوره اللي جت في دماغه دي، يعني بصراحه كانت كوميديه جدا. محمد شريف برضو ما ننساش ان هو برضو فرح جمهور الاهلي في كام مباراه، يعني تسب يعني. نسيب الملف ده ونروح لخبر بصراحه هيطمن اي اهلاوي. اول تدريب للكابتن حسين عموته مع الاهلي شاهد حاجه غريبه جدا، هو ان في لاعب معين خطف عينه من اول يوم لعب فيه. مين؟ علي محمود. الصفقه اللي الكلام كله اتقال عنها ان عموته انبهر بسرعه استجابته للتعليمات، وانه بينفذ المطلوب منه بالحرف الواحد، لدرجه ان قيمه ب100 من 10. خليني اقول لك على حاجه: اي مدرب اول ما يمسك في فريق يبقى بيدور على اللاعب اللي يفهمه بسرعه، لان المهاره موجوده عند ناس كتير، لكن اللاعب الذكي اللي ينفذ اللي مطلوب منه من اول مره ده بيريح اي مدرب فني. وعلي محمود طبعا واضح انه عرف يوصل الرساله دي او يوصلها للحسين عموته. لكن في نفس الوقت البدايه الحلوه لوحدها مش كفايه، لان جمهور الاهلي مش بيحكم في تدريب او اتنين او راي مدرب. احنا عايزين اللاعب في ارض الملعب. وقت الجد هيفرق كتير. لو اللاعب حافظ على المستوى وكمل بنفس الالتزام، فانا شايف ان فرصته هتبقى اساسي كبيره جدا. ونطلع بقى من ارض الملعب لخبر مهم جدا خارج الملعب. بيتقال ان عقد رعايه فودافون للاهلي وصل ل 26 مليون دولار، ولو الرقم ده صحيح فاحنا بنتكلم عن صفقه رعايه ضخمه جدا. وده بيدل على قيمه الاهلي التسويقيه الكبيره، لان اي شركه مش هتدفع الارقام دي الا وهي شايفه انها هتحقق استفاده كبيره من الاسم ده ومن جماهيره. وطبعا بعد انتشار الخبر بدات تعليقات كتير على السوشيال ميديا، في ناس بتتكلم عن مقاطعه فودافون بسبب رعايه الاهلي، لكن في النهايه دي اختيارات شخصيه. والاكيد ان الرعايه
يعني الرعاة بيدوروا على النادي اللي يحقق لهم اكبر انتشار. ونروح لملف احمد فتوح، واي حد زملكاوي اطلع من الفيديو بسرعه. فتوح قرر خلاص يطالب بمستحقاته، ولو الامور ما اتحلتش هيلجأ للشكوى، لانه شايف ان دي الطريقه الوحيده اللي هيقدر يحصل بيها على حقوقه. ودي ازمه جديده بتضاف للازمات الموجوده، لان اي لاعب من حقه يطالب بمستحقاته، واي نادي كبير اكيد هيحاول يقفل الملف ده قبل ما يكبر. وفي النهايه اخر حاجه عايز اتكلم فيها هي رد فعل على اخبار الاهلي. ساعات بحس ان اول ما يطلع خبر يخص الاهلي تلاقي احتفال كبير جدا من بعض جماهير الزمالك، وكان يعني كأن فريقهم كسب بطوله. انا شايف ان كل جمهور الزمالك ويعني الاعلاميين بيتكلموا عن النادي الزمالك انه اخذ بطوله دوري ابطال افريقيا مش شارك فيها، وبيتكلموا على الكونفدراليه. يقول لك زيزو هينفعكم في الكونفدراليه. ينفعنا في ايه؟ قال لك عنده خبره. دلوقتي عايز اعرف رايكم، ايه اكتر خبر شد انتباهك النهارده؟ وهل فعلا بتصدق اشاعه استبعاد رباع الاهلي؟ وهل شايف انه مجرد كلام بيتردد من غير دليل؟ اكتب رايك في التعليقات، وانا هقرا كل التعليقات وهرد عليكم وهرد على اكبر عدد ممكن من الناس. بس اعملوا لايك الفيديو واشترك في القناه وفعل جرس الاشعارات، والى اللقاء في فيديو اخر.